السلام عليكم، معكم الأستاذ ضياء من قناة ذا سمارت بورد. اليوم إن شاء الله بدنا ندرس درس اسمه الأعداد الصحيحة والقيمة المطلقة. هذا الدرس الأول بالوحدة الثالثة. بنقول بسم الله ومنبلش. أول شي ممكن تفكروا شو هي الأعداد الصحيحة. طبعا الأعداد الصحيحة هي أي عدد ما في فاصلة. كيف يعني؟ يعني مثل ما هون هو حاطط هدول الأرقام: -4 -3 -2 -1، حتى الصفر كمان، والواحد 2 3 4. يعني هو إذا بدنا نوصفه فهو من هي المجموعة اللي هي أرقام سالبة وموجبة مع الصفر. تمام. مثله بالرسم. إذا بدنا نمثله بالرسم فنحن بنستخدم خط الأعداد وبنحط عليه أرقام صحيحة. اسرد بعض الأمثلة للأعداد الصحيحة. طبعا الأمثلة مثل 1 2 3 0 -1. هدول الأرقام يعني. قلنا كمان اسرد بعض الأمثلة المخالفة للأعداد الصحيحة. قلنا الأرقام يلي فيها فاصلة مثل 0.12 0.5، أو حتى الكسور مثل 1/2 أو 5/3. في كمان شغلة: تعريف الأعداد الصحيحة وتمثيلها بيانيا. طبعا الأعداد الصحيحة بتنقسم لقسمين أساسيين: الأعداد الصحيحة الموجبة والأعداد الصحيحة السالبة. طبعا الأعداد الصحيحة الموجبة هي اللي جنبها موجب، والأعداد الصحيحة السالبة اللي جنبها سالب. سهل. والصفر طبعا هو كمان من الأعداد الصحيحة، والصفر ليس قيمة سالبة ولا موجبة، هو بس هيك صفر يعني. هلأ بنشوف شوي الأمثلة. متوسط درجة الحرارة 5 درجات أقل من الطبيعي. طبعا أقل من الطبيعي فهو -5. ليش؟ لأنه قال أقل. تمام. السؤال الثاني: متوسط سقوط الأمطار 5 سنتيمتر فوق. نحن شفنا كلمة فوق فهي -5. هلأ منروح لعند المسائل. اكتب عددا صحيحا لكل حالة مما يلي: 6 درجات فوق الحد الطبيعي. نحن شفنا فوق يعني -6. متران دون الحد الطبيعي. دون يعني أقل. أقل هي سالب متران -2. مثل بيانيا مجموعة الأعداد الصحيحة. هذا سهل، بس بنحط نقطة بالأرقام اللي هي محطوطة هون. يعني عنا 4، بنروح لعند الأربعة على خط الأعداد وبنحط نقطة فوقه. 0 نفس الشيء. عنا فكرة تانية كمان بالدرس اللي هي القيمة المطلقة. طبعا القيمة المطلقة بتجي بهذا الشكل: خطين وجواتهم هن الأرقام. يعني مثل هون عنا القيمة المطلقة لل5، ناتج القيمة المطلقة راح يكون 5. تمام. أما القيمة المطلقة -5، الناتج تبعها حيكون 5. ليش؟ لأنه أي عدد بيدخل على القيمة المطلقة الناتج لازم يكون بالقيمة الموجبة دائما. يعني عندك مثلا -2 بالقيمة المطلقة ناتجه 2، -5 بالقيمة المطلقة ناتجه 5. دائما أي أعداد تدخل سالبة بتطلع موجبة. طب إذا دخلت أعداد موجبة مثلا 6 بالقيمة المطلقة كمان بتطلع موجبة، ما بنغير فيها شيء أبدا. ناخد شوية أمثلة عليها. مكتوب عنا أوجد قيمة كل تعبير مما يلي: -4 داخل القيمة المطلقة. تمثيله البياني حيكون بنحطه على خط الأعداد. بناخد المسافة من الصفر ل-4 هي 4 وحدات، بناخدها بالموجب. السؤال الثاني كمان عنا -5 بالقيمة المطلقة ناقص القيمة المطلقة لل2. فكيف بنحله هاد؟ ناخده على جنب. ناتج القيمة المطلقة لل-5 هو 5 مثل ما اتفقنا، كل شيء بيطلع من القيمة المطلقة بيطلع موجب. ناقص القيمة المطلقة ل2، 2 يساوي 3 مثل ما هو موجود هون. عنا شوية أسئلة بناخد هاد. 2 زائد -3 بالقيمة المطلقة. الاثنين مثل ما هي، الزائد مثل ما هو. -3 بالقيمة المطلقة 3 يساوي 5. عنا -6 ناقص 5. -6 بالقيمة المطلقة حيكون 6، والناقص 5 نفسه يكون الجواب 1. والقيمة المطلقة لل8 نفسها 8. هلا عنا شوية تمارين موجهة. اكتب عددا صحيحا لكل موقف مما يلي: 6 فهرنهايت تحت الصفر. أول ما شفنا تحت بنحط -6. فقدان بمعدل 11 متر. فقدان يعني -11 متر. وديعة بقيمة 16 درهم. وديعة يعني نحط شي بالبنك أو نحط فلوس بالبنك، فوديعة يعني موجب 16 درهم. عنا شوية معادلات بناخد هاي المعادلة.
القيمة المطلقة لل 18 نفسها 18 ناقص بنحطه نفسه. القيمة المطلقة للسالب 10 بتصير 10 يساوي 8. القيمة المطلقة للسالب 9 ناتجها بيكون 9. وهون القيمة المطلقة للسالب 11 ناقص القيمة المطلقة للسالب 6 ناتجها بيكون 6، فبيطلع الجواب معنا 5. هاد من أبسط الأسئلة يلي ممكن تجي، بس بيطلب منا إنه نحط الأعداد على خط الأعداد، وطبعا لو هو راسمها كمان بيكون أحسن. عنا هون الرقم 11، عنا سالب 5 بين السالب 6 والسالب 4 والسالب 8 ليكو موجود معنا. هي كل القصة. عنا شوية تمارين ذاتية ومنكون خلصنا هذا الدرس. ربح بقيمة 9 درهم زائد 9 ربح. سحب مصرفي بقيمة 50 درهم. سحب مصرفي يعني نسحب من البنك، فهو سالب 50 درهم. 7 سنتيمترات أكبر من الحد الطبيعي موجب 7. خذ واحد من هدول. خلينا ناخذ هاد. بنحط الصفر، بنحط الواحد، وبنحط السالب 3. هون بنحط السالب 5. وين السالب 5؟ بين السالب 6 والسالب 4. والسالب 1 وينه السالب 1؟ صح هون. والعشرة موجودة عنا هون. سالب 9 موجودة هون. عنا كمان سؤال بيقول أوجد قيمة كل تعبير مما يلي. القيمة المطلقة للسالب 7، هذا السؤال. القيمة المطلقة للسالب 7 ناقص 5 بنحطها مثل ما هي، الجواب 2. 1 زائد القيمة المطلقة لسبعة مثل ما قلنا زائد 7 8. القيمة المطلقة لل10 نفسها 10. ناخذ واحد من هدول. خلينا ناخذ هاد. في لعبة الجولف غالبا ما يتم تسجيل النقاط من خلال علاقتها ببار، وهو متوسط النقاط لجولة في مسار معين. اكتب عددا صحيحا لتمثيل النتيجة التي تقل بمقدار 7 عن بار. هذا السؤال كله ما بيهمنا غير اكتب عددا صحيحا لتمثيل النتيجة التي تقل بمقدار 7. بما انه قال تقل بمقدار 7 فرح نقول له تقل يعني سالب، و7 نحطها نفسها. هذا الجواب. عنا هذا السؤال. نزل غواص إلى مستوى 10 أقدام و8 أقدام و11 قدم. يمكن تمثيل العدد الإجمالي للأقدام باستخدام التعبير هاد ما مستوى الأقدام. يلي بنعمله بس إنه بنحل هذا السؤال اللي هو أعطانا إياه، أو بنحل هي المعادلة نكتبها على جنب. سالب 10 بالقيمة المطلقة زائد سالب 8 بالقيمة المطلقة زائد السالب 11 بالقيمة المطلقة. سالب 10 بالقيمة المطلقة ناتجها بيكون 10 زائد سالب 8 بالقيمة المطلقة ناتجها 8، والسالب 11 بالقيمة المطلقة ناتجها 11. فالجواب بيكون عنا 11 زائد 10 21 زائد 8 29. وهيك بيكون استوفينا كل أفكار الدرس. إذا عندكم أي أسئلة إن شاء الله أنا رح رد على كل الكومنتس. ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع زملائكم. كان معكم ضياء. السلام عليكم.